بس في مشكلة أكبر شوية، مشكلة بيمر بيها كل شخص طموح، مشكلة الفجوة بين العلم النظري وسوق العمل الحقيقي. في مدارسنا وجامعاتنا بيعلمونا المعلومة، لكن محدش بيعلمنا المهارة. بنتخرج وبيبقى مطلوب مننا خبرة، واحنا أصلا ما نعرفش سوق العمل بيتم فيه ايه، ما نعرفش ازاي نقدم على وظيفة، ما نعرفش ازاي نعدي الانترفيو، ما نعرفش أصلا المفروض ايه اللي نقوله في الانترفيو. محدش بيجهزنا للحياة العملية بجد. بنتخرج ونصطدم بالواقع، بنكتشف اننا ما نعرفش ازاي نتعامل مع مدير، او نتفاوض على حقنا، او حتى ندير وقتنا صح. بنتعلم كل ده بالخبطات، وبندفع تمن كل ده من وقتنا ومجهودنا وصحتنا النفسية للأسف. بنبدأ واحنا تايهين، مفيش مصدر عربي كامل، مفيش حد يمسك ايدينا من اول الطريق لاخره او يساعدنا، او حتى يدلنا على كتالوج الحياة العملية. اما الكورسات دي قصة تانية، يا نظري بحت، يا مش شبه الواقع خالص، او قديمة، او مش منطقية، او ممتازة جدا بس بلغة مختلفة عن اللغات اللي نعرفها، ولا عربي ولا انجليزي ولا اي لغة دارجة. يا اما غالية جدا، يا اما كورسات ملهاش قيمة. وقليل جدا الكورسات اللي بيبقى ليها قيمة مقابل سعر، وبنقدر نجيبها، حتى لو مش هنقدر نجيبها بس يبقى ليها قيمة حقيقية. وفي الطريق ده كنت بتعلم كتير، اتعلم من كورسات مفيدة وكورسات اكتشف في نهايتها انها ما فيهاش القيمة اللي انا كنت بدور عليها. اتعلمت من مصادر كتير جدا، مصادر من جوه مصر وبره. جربت وطبقت وبنيت مشاريع بنفسي، ساعدت اللي حواليا في طريقهم وفي مشاريعهم، لغاية ما سمعت منهم جملة إن أنا شرحي وفر عليهم توهان كتير، وفر عليهم فلوس كانوا هيدفعوها في كورسات وأدوات ومصادر كتير هم مش محتاجينها. وأهم الجملة فرقت معايا إن أنا بعرف أبسط أصعب حاجة وأوصلها بالطريقة المناسبة لكل شخص. وقتها بس قررت إن المعرفة دي ما ينفعش تفضل عندي، ما ينفعش أستفيد بيها في شغلي وحياتي بس، المعرفة دي لازم تطلع للنور.